السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتاريخ يوم 14/7/2023 جمعة جديدة وفيديو كلام سنباي جديد ان شاء الله. اول حاجة يا جماعة حابب اشكر ابو العز، يعني حبيبي يا اسطى انك افتكرتني وافتكرت ان في فيديو يوم الجمعة. ليه بقى انا منزلتش الجمعة اللي فاتت؟ لاني كنت تايه. هل انا فقدت الشغف؟ لا، بس كنت تايه. الرغبة في التطور شيء أساسي بالنسبة لأي إنسان، وهتلاحظ ده في القناة. في البداية بدينا إن احنا نترجم أغاني، وبدينا قصدي عليا، لكن كان في بقى فيه أعمال مشتركة كتير. وبعد ما خلصت ترجمة أغاني يعني قلت الأغاني عمرها ما تحقق شروط اليوتيوب، وبالتالي عمري ما هحقق ربح. فوقتها قلت خلاص، فقلت ليه ما نجربش الاغاني النو كوبي رايت. تمام، طبعا الشمس لسه طالعه بقى وجمدان يعني. فالاغاني اللي من غير حقوق طبع ونشر يعني جربتها، ترجمتها، وانا كنت من اوائل الناس اللي بيترجمها، يعني حرفيا بترجم من الانجليزي للعربي، والموضوع ممتع والاغاني حلوه. هنا غاب عن تفكيري نقطه معينه، حاجه انا ما فكرتش فيها اصلا، ان الاغاني حرام. و لقيت نفسي ضايع اكتر من الوقت اللي انا كنت ضايع فيه. في الوقت ده قلت خلاص ما بداش اغاني حرام عشان الموسيقى. فوقفت النوعية دي من الفيديوهات، وبعدها بديت اعمل محتوى صوتي. بصراحة كنت بستخدم بس الموسيقى، لا اما الهادية لا اما اللي فيها شوية اكشن دي. تمام، علما مني يعني الموسيقى دي ممكن تكون حلال على رأي بعض العلماء، يعني استغفر الله، يعني اللي هم كانوا غلط وانا ما خدتش بالي. تمام، فكنت بعمل محتوى صوتي واحط عليه موسيقى هادية اكشن شوية والكلام ده. بالفعل في فيديوهات منها ضربت، جابت 14,000 مشاهدة، 15,000، 30,000، والحمد لله يعني. لكن هل ده كان صح؟ الجواب برضو هي لا، الموسيقى تظل حرام. ف بقيت تايه اكتر من الوقت اللي انا تايه فيه. بس لا، وقتها بقى انا خدت قرار، قلت خلاص النهارده هعمل محتوى ما فيهوش موسيقى، محتوى يكون حلال بجد يعني. وده اللي انا عملته، وخلال حوالي سنة كاملة تقريبا، او حوالي 8 شهور لحد دلوقتي، او 9 شهور تقريبا، بقالي اكتر من 90 فيديو والشورتس محسوبين طبعا يعني. ما عملتش اي فيديو فيه موسيقى خالص. تمام، يعني حتى لو الموسيقى كده كده يعني ممكن تبقى ضربت معايا بالغلط ثانيه مثلا، لكن كمؤثر صوتي دل على موسيقى. لكن في الحقيقه ان انا ما استخدمش موسيقى لاكتر من سنه تقريبا. وهنا انا انتقلت بقى للخطوه اللي بعدها، وهي هل المحتوى ده اصلا مفيد؟ وهو ده موضوع الفيديو. وهنا انا كنت ببحث عن الافاده من المحتوى، او الشيء اللي اقدر اطلع منه بافاده، بحيث يكون محتوى مفيد وفي نفس الوقت ممتع وخلاص حلال يعني 100%. تمام، وعشان كده حاولت ابص المهارات اللي هي عندي اصلا من الاساس. تمام، فاول مهاره عندي، وطبعا كلكم عارفين او ممكن مش عارفين، المهاره دي هي الهندسه الصوتيه. ولو انت احتجت حاجه في الهندسه الصوتيه ابعت لي على موقع خمسات. ممكن ما اكونش اكتر واحد خبره في الهندسه الصوتيه، لكن على الاقل اقدر افيدك واوضح صوتك زي الفيديوهات بتاعي. وبالنسبه بقى لباقي المهارات فالموضوع واضح يعني. تمام الاداء الصوتي زي دلوقتي يعني. تمام، المونتاج وتصميم الصور، الجرافيك، التعديل والحاجات اللي زي دي. وبعدها الترجمة ممكن ما تكونش مهارة واضحة بالنسبة ليكم، لكن أنا بستعملها في معظم فيديوهاتي، لكن ده ما يسماش ترجمة. لكن في نفس الوقت بقدر اترجم من اللغة الإنجليزية للغة العربية، ودي مهارة في حد ذاتها. بس برضو يعني بحاول أطور الإنجليزي بتاعي لأنه لسه ما وصلش للمستوى المطلوب. وده بيقودنا للمهارة اللي بعدها، والمهارة الأهم، واللي هو إن شاء الله يعني ممكن يكون مجال عملي في المستقبل، واللي هي البرمجة. لو انت بتعرفش انا اصلا بدرس برمجة في الكلية، يعني ما تعتبرش برمجة قوي يعني، بس تفيد. ممكن ما تكونش بقى المهارة دي خالص واضحة في القناة لاني ضعيف فيها بصراحة يعني. تمام، وده لان كل اللي انا اعرفه HTML CSS جافا سكريبت وهكذا. HTML ما تعتبرش اصلا لغة برمجة، ولكنها تمشي الحال في الويب لانها بتعتبر الهيكل بتاع الموقع. تمام، اما بالنسبه للسي اس اس فهي برضو لا تعتبر لغه برمجه، ولكنها بتنسق وبتحسن الشكل. بالنسبه بقى للجافا سكريبت فهي لغه برمجه لكني ما قدرتش اظبطها قوي يعني. وده بيكون لغات برمجه تانية انا اتعاملت معاها زي البايثون والليا سكريبت
تمام. وبس يعني بس متعاملش مع لغات برمجة تانية غير اللغات دي. واتعاملت مع لغة اللي هي سكريبت في ترجمة الفيديوهات، لاني ساعات بستخدم الكود مع المونتاج، لان اصلا الفيديو عبارة عن اكواد. وبالنظر للمهارات اللي انا قلتها لكم دي، ده خلاني افكر في حاجتين، وحاجتين بس ملهمش تالت او ليهم تالت يعني. تمام. الشروحات، تمام، او الاخبار. والاخبار قصدي الحاجات اللي ليها علاقه بالتكنولوجيا، البرمجه، الاوبن سورس عموما، لاني بحب الاوبن سورس. وبالنسبه يعني لو انت ما بتعرفش يعني ايه الاوبن سورس، الاوبن سورس هي البرامج مفتوحه المصدر. وفي نفس الوقت يعني انا بحب البرامج المفتوحه المصدر، والفيديو ده بيتمنتج ببرنامج مفتوح المصدر، وكمان بيترجم ببرنامج مفتوح المصدر، وبس كل حاجه ببرنامج مفتوح المصدر ما عدا نظام التشغيل. وبصراحه كنت بستخدم نظام تشغيل مفتوحه المصدر زي لينكس وكده يعني، والموضوع كان ممتع بصراحه يعني. فده اللي انا اقدر اعمله، شروحات الاخبار او اني اعلق على حاجات مفيده. تمام. اكيد مش هعلق على ترندات وحاجات زي كده، لان بصراحه ضد محتوى الانتقاد، وفي نفس الوقت معاه في نقط معينه، لكن مش معاه كليا يعني، انا ضده عموما يعني. بس ده اللي انا اقوله في الفيديو ده، ولكن لسه ما خلصتش. تمام. ما تفكرش ان انا ما خدتش خطوه يعني، اكيد انا قلت لك في الجمعه اللي فاتت ما عملتش فيديو، وده ببساطه لان انا كنت تايه، ولكن توهاني ده ما يمنعش اني بديت فعلا، وبدات اصمم اللوجو الجديد، وعندي كده فكره في دماغي، فكره توجه جديد للقناه يعني. وممكن تنجح ممكن لا، ان شاء الله تنجح باذن الله. والظل ده كده عامل جامد كده، فاهم؟ كانه عامل لي رؤيه المهم، كانه عامل لي رؤيه عين كده، فاهمني؟ احاول اثبته على ايه. وبس كده يا جماعه. طبعا بديت في اللوجو زي ما انا بقول لكم، وبفكر برضو ان انا اغير اسم القناه، بس مش حابب بما انكم اتعودتوا على خالد سمباي خلال السنين ده، فهسيبه زي ما هو. تمام. وكنت برضو بفكر افتح قناه جديده، بس لسه بقى اوجع دماغي بشروط الربح، وانشر فيديو يظبط ما يظبط. بص، وانا سايبها على ربنا يعني، عموما يعني ان شاء الله يعني خير. بس ده كان كل شيء. وهحاول برضو الفيديو الجاي يكون تسليه، مثلا اقول لك افضل يوتيوبر ليا مش عارف ايه يعني. وبالنسبه بقى اخر حاجه خالص يعني، بالنسبه للفيديو اللاعب اللي رجع من الجحيم بعد 10000 سنه، حاليا شغال عليه، خلصت حوالي 3 دقايق، لكن عملتهم بيرفكت في المونتاج يعني الحمد لله. اضيف شويه مؤثرات صوتيه، واخش على الثلاث دقايق اللي بعدهم، الثلاث دقايق اللي بعدهم، الثلاث دقايق اللي بعدهم. حابب بس افهمك ان الفيديو ممكن يطول اصلا عن ال 20 دقيقه، او ممكن حتى يوصل لل 30 دقيقه اصلا. انت متخيل؟ ده ممكن يعدي كمان. بس في الاول وفي الاخر الفيديو هيكون فيه 30 فصل، وانت عارفني يعني لما بعمل 30 فصل يعني 30 دقيقه، والموضوع بيبقى جمدان يعني. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. هروح اكمل شغل عليه يعني. الفيديو ده ممكن ينزل بسرعه، لان يعني ما بحبش اعمل مونتاج كبير للفيديوهات دي يعني. بس طبعا هعمل لها مونتاج يعني، هحط شويه تعليقات، محتويات، حاجات زي كده، بس يعني لو انت مش حاجه مش واضحه ليك من الفيديو تكون واضحه ليك، ولو انت حاجه انت مش فاهمها هوضحها ليك في يوم الجمعه اللي بعده. ولو عايز تتعلم حاجه عن البرمجه، الشروحات، المونتاج، القناه دي هتبقى ممتعه ليك جدا يعني، لان شغفي ما بيخلص. وبصراحه جربت لينكس وكان ممتع جدا. بص، مش عايز اختم الفيديو بس تصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر. ومع السلامه، وسلام. سلام.